السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخبار؟ معلش النهارده يوم حر والدنيا صعبه، فقلت بقالي كام يوم بحاول ارتب الكلام اللي هقوله على ماتش ليفربول وكريستال بالاس في الكارتاو في الكوميونتي شيلد، وكنت برضه عاوز اتكلم على ماتش الاهلي ومودرن سبورت بالنسبه للدوري. بس مش عارف ارتبها لان انا مشجع زيكم. انا بقى في كلمتين في صدري، او زي ما تقول كده كلام جوايا عاوز اقوله. لا انا بحلل الفن ولا بعمل اي حاجه من الكلام ده، فانا جاي اتكلم معاكم كلمتين اتنين، ايه، من مشجع لمشجع يعني. هنتكلم في الاول عن ماتش الاهلي. بالنسبه للاهلي يعني انا مش عارف المدرب الجديد كان تفكيره ايه اللي هو يبدا الماتش بالتشكيله دي، خصوصا في خط النص. انا ما بتكلمش في عموما قدام في الهجوم، او اذا كان حراسه المرمى، لكن انا بتكلم على خط النص بشكل كبير. يعني احمد رمضان وبن رمضان وقفشه. انا ليه ما ابداش بالتشكيله اللي انا هعتمد عليها يا جماعه؟ انا ما اعرفش ليه، في ايه دماغ المدربين اللي هو يجي يبدا بتشكيله بيجرب من اول ماتش. انت بتجرب من اول ماتش؟ امال انت كنت موجود معاهم في الماتش في كاس العالم للانديه، عندك بري سيزون عملته ده كله عشان تقف على تشكيله كويسه، وانت هتقول لي امام عاشور منصاب من كاس العالم للانديه؟ يعني انت عارف ان انت امام عاشور مش راجع معاك الا بعد مده. فانت اكيد كمدرب بني خططك وعمل تشكيلتك اللي انت يبقى عندك ناس تأدي الادوار ديت، وتقوم وخط عندك خط نص واقف على رجليه وعلى اكمل وجه في اي موقف. ايه اللي حصل بقى؟ خط نص الاهلي ما كانش متواجد في الماتش اللي فات نهائي. لا بن رمضان كان باين، قفشه ما كانش ظاهر. انا قعدت اتفرج على الماتش مش عارف القفشه اصلا موجود، اقسم بالله ما حسيت بيه اصلا، ولا هو ولا بن رمضان. طيب انت ليه ما لعبتش بقاليو ديانج وريحت دماغك ونزلت بن رمضان ماشي زي الفل؟ كان هيبقى بدل ما هو عليه عبء اللي هو يدافع، هيبقى بيهاجم مع الفرقه قدام ماشي. نازل اليو ديانج، خصوصا ان انت بتلعب خط دفاع برضو اول مره يلعبوا مع بعض. أربعة أول مرة ممكن يكونوا بيلعبوا مع بعض، يعني اتنين قلوب دفاع مش متعودين إن هم يلعبوا مع بعض. باك جديد ومحمد هاني على الله. أنا رأيي محمد هاني على الله والله، هو أحسن الموجودين، ما عندناش أحسن من كده. طب أنت عندك كوكا بره ما نزلتوش ولعبت على يعني الأساسي بتاعك ليه كباك شمال دلوقتي؟ ويبقى الباك الشمال الجديد ينزل بعد جزء من الوقت لما تيجي تحب إيه تنزله ياخد رجله على الملعب وعلى الفرقة. أنا مش فاهم يعني. ده موضوع الاهلي يعني. انا الاهلي انا مش هتكلم عليه كتير لان هي كلها كانت، انا في وجهة نظري، خطأ مدرب في التشكيل من الاول للاخر. موضوع اللي انت عندك مدافعين ما بيلعبوش مع بعض وتنزلتهم وبتجرب. هو الاهلي احنا عندنا، هو الاهلي شغال حقل التجارب اليومين دول. انت راجل جاي دلوقتي بقالك اكتر من مدة طويلة، كاس عالم انديه بري سيزون، وعمال تحضر معاهم وتشوف اللعيبه وجالك لعيبه كويسه، والاهلي عامل فرقه جامده السنه دي، وفي الاخر تتعادل مع مودرن سبورت في اول ماتش في الدوري عشان خاطر انت ما بنيتش التشكيله صح. ده ذنب الجماهير؟ احنا ذنبنا اللي احنا نشوف اهلي؟ هو احنا خلصنا من مارسيل كولر اللي كان بيجيب جون ويقعد يرجع ورا ويحافظ على الفرق الجون؟ اللي الاهلي ما فيش في دماغه الموضوع ده نهائي. الاهلي الواحد اتولد وعاش طول حياته بيتفرج على الاهلي بيهاجم، وهو غالب واحد واثنين وثلاثه واربعه وهو بيهاجم، عمره ما بيجيب جون ويرجع يقفل ورا. دي مشفناش الا مع مارسيل كولر، بيجيبوا جون من هنا وخاف. وانا ما بعوض بالمدربين يجيبوا الجون ويخاف. ما هي نفس الفرقه دي، واللي من غير الناس اللي موجوده كمان الجداد، التشكيله اللي موجوده كانت مع عماد النحاس، وكانت بتجيب جوان وبتهاجم وتعمل كل حاجه. ليه بقى؟ يا اما الاداره تقعد مع المدرب ده وتشوف دنيته ايه وخطته ماشيه ازاي ودماغه فيها ايه اصلا ونظام لعبه ازاي. انا ما اعرفش هم اختاروه على اي اساس عموما. بس يا ريت الناس تكتب لي في الكومنتات، هل ده المدرب اللي هيلبي طموحات جماهير النادي الاهلي عموما؟ هل انت شايف المدرب ده لو ادينا له الفرصه هيمشي؟ انا مش عاوز احكم عليه من دلوقتي، بس انا يعني ايه، احنا مش عايزين نبقى حقل تجارب من الاخر.
بس ماشي مفيش مشكله، استنى هنتكلم عليه بشكل عام بعد الدور الاولاني. انا مش عاوز اكون راي قاسي بقول ادي فرصه، بس انا زهقان على الماتش وزهقان على الثلاثه بونت السهلين اللي احنا ضيعناهم. لما يبقى الزمالك ياخد 3 بونت من سيراميكا وانا اروح اتعادل مع مودر من اول مباراه، دي حاجه. نخش بقى على ايه اللي هيشلني التاني. يعني انا الفرقتين اللي انا بشجعهم الجزء المدربين بتوعهم هيشلوني هما الاثنين، يعني هيجيبوا له هيدخلوه مستشفى الصد. الاستاذ ارن سلوت برضو نفس الغلطه بتاع خوسيه ربي بتاع الاهلي، هو نفس الغلطه. انت نازل في ماتش مهم جدا، افتتاحيه سيزون، بتلعب على الدرع الخيريه والكوميونتي شيلد، انت بتلعب عليها ماتش بتبقى بطوله يعني كده شياكه يعني، او بطوله مش رسميه قوي، حاجه كده بتبقى دافع في بدايه السيزون، تمام. وانت برضه عامل بري سيزون وجايب لعيبه وعامل الدنيا ومش عارف ايه. ده خط نص، يعني الاتنين مشكلتهم في خط النص. ده خط نص انت هتبدا بيه الدوري اصلا؟ اديني يعني حد يقول لي، هل الثلاثه اللي لعبوا في ماتش كريستال بالاس دول الثلاثه اللي ممكن يبداوا اي ماتش في الدوري او دوري ابطال او في اي بطوله قويه او في نهائي بطوله؟ يعني انا سوبوسلاي، كورتيس جونز، فيرتس، الثلاثه بطابع هجومي هيبداوا ماتش كده نهائيا؟ ده انت لو بتلعب اللي بيصارع على نهائي على الهبوط مش هتلعب الثلاثه دول مع بعض. انا الصفقات الجديده عامله شغل كويس جدا في ليفربول، عشان تبقى عارف جميع الصفقات الجديده، جميع اللاعبين الجديده، فيرتس، اتيكيتي، الباك اليمين، الباك الشمال، عاملين ماتشات كويسه. ممكن اقلهم يكون الباك الشمال المجري، مش فاكر اسمه، هو ده اللي ايه يعتبر مش مأدي قوي، لكن ولا الباك اليمين اللي جاب الجون الثاني اللي بيلعب على ورا صلاح، فيرتس، اتيكيتي، عاملين شغل كويس جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اللعيبه دي يعني حلال الفلوس اللي دفعت فيها زي ما بنقول. اول مره ليفربول يسحب بالسخاء ده كله ويجيب لعيبه ممتازه، كل واحد فيهم سد خانه بزياده ومؤدي الدور وعامل اللي عليه من اول مباراه. يجي مدرب عشان فلسفه ويثبت اللي هو في دماغه، انا ما اعرفش هو عاوز يثبت حاجه ولا ايه، يلعب لي في التشكيل. يا عم الحاج، انت معاك ماكاليستر ومعاك جرافنبرغ، معاك فيرتس، معاك سوبوسلاي، معاك كورتيس جونز، معاك هيرفي إليوت، معاك الولا اندو وتارو اندو. طيب انت عاوز ايه تاني؟ اساسي 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 الف ب. ليفربول خط وسطه جرافنبرغ 6، ماكاليستر 8، وفيرتس موجود معاه برضه، بس ماكاليستر هو اللي بيبقى ايه يعني بيسند مع جرافنبرغ وبيزيد مع فيرتس في الهجوم. الاثنين اللي هيلعبوا 8، بس واحد هيبقى مدافع بزياده وواحد يعني كده هو ماكاليستر وجرافنبرغ. لان هو التشكيل اللي حاططها هيلعب يعتبر كانها ترسمها 4-2-3-1، مش 4-3-3. هلعب 4 ورا في خط الدفاع، وهيلعب ب2 ارتكاز، وهيلعب واحد تحت راس الحربه وجناحين وراس حربه، فهي خلصت 4-2-3-1. تمام. يعني فيرتس كده كده مهامه ملوش مهام دفاعيه، الراجل ده هيشتغل ما بين الخطوط وهيشتغل تحت رؤوس الحربه وهيدي سرعات للاثنين وهيفتح اللعب لصلاح والجاكبو واتيكيتي. تمام. يبقى انت عندك الاثنين التانيين، تنزل لي بقى الاثنين اللي هيمسكوا يلعبوا على الدايره، كورتيس جونز وسوبوسلاي، اللي ما فيش ولا واحد عنده طابع دفاعي فيهم اصلا. هنزل ماكاليستر، راجل جرينتا بقى وارجنتيني ومسمار وبيجري وبيعمل وفي تدخلاته الشديده شويه قويه، وانزل جرافنبرغ نفس الموضوع، لعب ال6 السنه اللي فاتت وكان اكتشاف السنه اللي فاتت في المركز ده، في مركز 6 لما احطه 8 بمهام الدفاعيه هيبقى كويس. مع ماكاليستر نفس القصه، هيبقى انت كده قفلت الدنيا. لكن مش هروح العب ب3 ما يعتبروا بطبع هجومي، وافتح لي الملعب ويبقى عندي الدفاع ورا عريان، الاربعه اللي ورا، وتقول لي زي الفل صباح الفل. يعني انت شايل جونين 2 من ايه؟ من اللي مفيش حد قدام خط الدفاع.
مفيش حد ستاره موجوده قدام خط الدفاع، ما عندكش باك اب اصلا حد يدافع قبل خط الدفاع، فانت مسلم المدافعين للمهاجمين، فطبيعي لازم يعمل كده. تاني حاجه المصيبه الاكبر، المصيبه الاكبر من وجهه نظري اللي الاستاذ ارن سلوت او الكابتن ارن سلوت عموما نازل الماتش مش مهيئ اللعيبه نفسيا ان هم هيلعبوا ضربه جزاء ولا يوصلوا تعادل بعد في الوقت الاصلي بتاع المباراه، فبالطبيعي مش مهيئهم ان هم يلعبوا ضربه جزاء، فبالطبيعي مش ما تدربوش اللي هم ما يتدربوش على ضربه الجزاء، فبالطبيعي لما دخلوا ضربه جزاء خسروا. انا انسان لازم أنا احترم الخصم اللي قدامي. ارن سلوت ما احترمش كريستال بالاس، عشان كده خسر من كريستال بالاس. ارن سلوت لو محترم الخصم كان نزل بتشكيل اقوى من كده، على الاقل في خط النص. انا ما بتكلمش على خط الهجوم، كان ممتاز، وخط الدفاع في بعض المشاكل، بس لو كان في خط وسط كويس كان عمل شغل احسن من كده. فانا لازم يبقى عندي لما احترم الخصم اللي قدامي هنزل في تشكيل افضل. المفروض الماتش ده افضل انزل افضل تشكيل موجود عندي. بعد كده اللي انا دلوقتي احترم الخصم واعمل حساب اللي انا ممكن الخصم يعمل معايا اي حاجه، ممكن توصل ان اي ماتش ممكن يوصل للتعادل. فلازم انا ابقى محترم نفسي ومحترم فرقتي ومحترم اللعيبه اللي انا مسؤول عنهم ومحترم الجماهير اللي بتشجعني، وابقى مدرب الفرقه اللي انت ممكن يحصل تعادل وتلعب ضربات جزاء. كريستال بالاس كان عاملين حسابهم واخدين ومحترمين ليفربول، عشان كده كسبوا، عشان كده هم برضه كانوا عاملين حسابهم وكانوا مدربين على ضربات الجزاء. تخيل هم مدربين على ضربات الجزاء ومضيعين ضربتين، انت مش متدرب فمضيع، مش متأهل فمضيع 3. يعني لو في سنس تقدير للنادي اللي بيلعبك قدامك كان زمانك دلوقتي واخد الشيلد وبدأ السيزون ببطولة في جيبك محسوبة لك. هي مش الواو بس حاجة معنوية كانت تفرق مع اللعيبة ومع الجماهير ومع الدنيا دي كلها خالص، بدل ما انت حطيت لود وضغط على لعيبة جداد. يا ريتك خسران من مانشستر سيتي ولا تشيلسي ارسنال، كنا هنقول في ندية في المباراة، الفرقة كبيرة، الامكانيات اللعيبة اللي قدامه ممكن يكون حصل حاجة، تكتيك بسيط ممكن يكون هو اللي فرق. لكن انت خسران من كريستال بالاس، مع احترامك كريستال بالاس في فرق شاسع ما بين كريستال بالاس وليفربول. كل اللي بتمناه بس من حضراتكم كل واحد بس كده يدعمنا. انا كده زي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا بقول رأي شخصي، لا تحليل فني ولا اي شيء. انا انطباع حسيته من مشاهدة الماتش فبجي اتكلم عنه. لسه هنشوف يوم الجمعة الجاية الماتش اللي الاول ماتش لنا في الدوري. هنتابع ماتشات الدوري وان شاء الله يبقى لنا لقاء كده نتكلم فيه مع بعض كل نهاية اسبوع. ماتشات الاهلي هتكلم عليها بشكل منفرد، سواء اذا كان محلي او في افريقيا. ليفربول احب اعرف كل واحد من اللي بيتابعوني او موجودين معايا كل واحد بيشجع فرقة ايه وبيحب نتكلم عن ايه في كدوريات. يعني انا بالنسبه لي انا بدور على الدوري الانجليزي وشايف افضل دوري في العالم، ده وجهه نظري انا ورايي. مفيش مشكله لو في حد من المتابعين او الناس اللي حبت الفيديو وعملت لنا اشتراك ولايك ودعم بيشجع دوري تاني بلغنا بيه ونتكلم برضو ويدي اسئله ونحاول نجاوب عليها، ولو في حاجه عاوزه نتناقش فيها مفيش مشكله وتحت امركم. ويوم سعيد عليكم يا رب ان شاء الله.